هتجيبي صينيه اللي بيكون عليها شبكه، بتفرق معانا في الشوي جدا، عشان ما تتفاجئيش انك مره واحده جايبه كله مدور او كله مستطيل. هاتي لبانه وتكون ببوز، اتاكدي انها ببوز. هتجيبي علب حفظ طعام تكون بايركس، العلب دي حرفيا نينجا. اغلبيه العرايس اخر فتره بقت تجيب الميلامين، لان الميلامين عملوا اشكال كتير بقى شكلها شيك، وفي نفس الوقت لو وقعت مش هتتكسر معاكي. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ والنهارده الفيديو اللي اتطلب مني كتير جدا، وهنخش في الفيديو على طول عشان الفيديو طويل. اول حاجه هتجيبي 3 اطقم من الحلل. اول طقمين بتكون ماده غير لاصقه ما بين التيتانيوم والجرانيت والسيراميك والتيفال، وانا برشح لك التيتانيوم او الجرانيت. الطقم الثالث هتجيبيه ما بين ألمونيا وما بين ستانلس. طبعا الستانلس افضل وصحي اكتر، ولكن مش كل البنات بتعرف تتعامل معاه. لو مش تعرفي تتعاملي معاه هاتي ألمونيا. هتجيبي طقم طاسات 3 مقاسات مختلفه، صغيره كبيره اكبر شويه. هتجيبي طاسه ووك في حاله ان الاطقم بتاعتك معهاش طاسه ووك. هتجيبي طقم صواني مدور، طبعا هتختاريه من اختيارك، بس يفضل يكون ماده غير لاصقه زي التيتانيوم او الجرانيت. وهتجيبي طقم صواني هيكون قطعتين او 3 قطع مستطيل، ده هيفرق معاكي جدا في الاستخدام. وهاتي ألمونيا. طبعا لو انت عايزه تجيبي الألمونيا مدور والحاجات الغير لاصقه مستطيل، ايا كان ان انت لازم تجيبي حاجات مدوره وحاجات مستطيله، فهتختاري جزء منهم كده وجزء منهم كده. هتجيبي طقم صواني اللي بيقولوا عليها صواني الحلويات او صواني البيتزا، طبعا احنا ما بنعترفش بالكلام ده، احنا بنعمل فيها فراخ وبنعمل فيها لحمه عادي جدا. هتجيبي طقم طواجن بايركس، ويفضل تكون مستطيله ويكون ليها ايد، الايد مهمه جدا يا بنات. هتجيبي قالب كيك، يفضل يكون ألمونيا، عشان عموما في قوالب الكيك بلاش القوالب اللي هي بتكون بتتجرح، عشان مع الاستخدام المتكرر هتلاقيها ما فيهاش اساسا من الطبقه الغير لاصقه دي، وهترجع ألمونيا. يبقى هاتي قالب الكيك من الاول ألمونيا. طقم كازرولات مقاسات مختلفه، وعايزه اقول لكم بقى ان الكازرولات دي مهمه جدا. انا عايزه اقول لك لو تقدري تجيبي 4 حلوه بجد تحفه. هتجيبي صينيه اللي بيكون عليها شبكه، بتفرق معانا في الشوي جدا. هتجيبي براد ستانلس، واحد صغير وواحد كبير. هتجيبي طقم كنك، ويفضل يكون من الستانلس ستيل عشان الجرانيت بقها كبير قوي. وطبعا هاتي كنكايه صغنونه كده مع الحاجات. هاتي لبانه وتكون ببوز، اتاكدي انها بوز، ويفضل تكون من المواد الغير لاصقه زي الجرانيت السيراميك ايا كان، بس يكون ليها بوز عشان ما تدلدقش وتغرقنا. هتجيبي صواني للتقديم وصواني للعشاء اللي هي الصواني الكبيره دي، بتفرق جدا معانا. هتجيبي بولات واطباق خشب، بتفرق جدا في التقديم وبتكون شيك وحاجه كده تحفه. هتختاري طقم للمطبقيه بتاعتك، هتختاريه ما بين الاركوبال، الاركوبايركس، البورسلين والميلامين. طبعا اغلبيه العرايس اخر فتره بقت تجيب الميلامين، لان الميلامين عملوا اشكال كتير بقى شكلها شيك، وفي نفس الوقت لو وقعت مش هتتكسر معاكي. بس انا عن نفسي برشح المطبقيه، برشح يكون اركوبال، ويكون ينفع يخش غساله الاطباق وينفع يخش الميكرويف، لكن طبعا من اختيارك اللي انت شايفاه مناسب. انا بالنسبه لي ان الطقم البورسلين مش مناسب للاستعمال اليومي. الاطباق البورسلين تقيله جدا، جربي تروحي اي محل وتشوفي الطقم البورسلين، الطبق تقيل، فما ينفعش يكون الطبق اللي بتستخدميه بشكل يومي تقيل كده، يعني انك هتشيلي صينيه عليها اطباق كتير، ممكن تدي لطفل ياكل، ممكن تدي لحد كبير، فيفضل تكون يا اما اركوبال يا اما هتجيبيها ميلامين. هندخل بقى على كل ما هو ازاز في المطبخ، وده الجزء بقى اللي بيصرف معانا كتير، والحاجات دي ينفع تشيليها لبنوتك لو هي صغيره، لانها مش هيحصل لها اي حاجه. هتجيبي معانا شويه كوبايات للقهوه، كوبايات، انا هنا بتكلم على الكوبايات اللي هي بتكون كوبايه صغيره وبايد ولونها شفاف. هتجيبي مثلا منها طقمين شكلين مختلفين، مثلا استكانه وواحده تانية عاديه. كمان هتجيبي كوبايات للشاي، هتجيبي طقم استكانه وطقمين 3 عاديين. كوبايات الشاي دي مهمه جدا في المطبخيه. هتجيبي شويه مجات، والمجات بقى تكون كبيره عشان خاطر لو حد بيشرب بقى، بيحب الشاي بلبن، بيحب الايس كوفي، الكلام ده، المجات الكبيره الشفافه. هتجيبي شوبات بقى من حوالي 3 اطقم شوبات، بتنفع جدا. الكوبايات الطويله اللي هي الشوب تنفع في العصاير وفي الميه. هتجيبي بولات بمقاسات مختلفه من اصغر واحده لحد اكبر واحده. هتجيبي مثلا طقم من البولات الصغيره دي عشان الرز بلبن واي حاجه صغيره، سلطات، الحاجات دي. هتجيبي كمان طقم 3 قطع من البولات الشفافه، بيفرق جدا في الاستخدام. هتجيبي بولات صغنونه خالص للصوصات. هتجيبي بوله ازاز اللي هي زي بتاعه ايكيا اللي هي كبيره جدا. هتجيبي ازايز للميه وشفاشق للعصير. وعايزه اقول لك دي بقى بصي مهمه جدا، شفشق العصير يكون ليه غطا ويكون ليه بوز وينفع يتحط في التلاجة، لان مهم جدا ان الشفاشق تتحط في التلاجة علشان نشرب العصير ساقع، مش هنشربه سخن احنا. هتجيبي علب حفظ طعام تكون بايركس، العلب دي حرفيا نينجا، بتكون علبه بايركس، بتخش معاكي مايكرويف، بتخش غساله اطباق، بتخش معاكي الفريزر والتلاجة، وليها غطا. عايزه ايه اكتر من كده منها؟ هتجيبي مجات للشوربه،
انا بفضلها اللي هي الزجاج، لكن لو بتفضليها البورسلين انا عندي زجاج وبورسلين، بس انا بفضل الزجاج. لو بتفضليها بورسلين هاتيها، لو بتفضليها زجاج هاتيها. هتجيبي كاسات للمطبخ، وكاسات المطبخ لازم تبقى عمليه وحاجه كده تحفه، تبقى سهله في الاستخدام، سهله في الغسيل، ما يكونش كاس بقى ملوي ولا كاس محني ولا الكلام ده كله. هتجيبي كوبايات وشوبات تكون ملونه، دي بقى الحاجات التاتش كده بتاعنا. ما تنسيش كمان الطواجن البورسلين، والطواجن البورسلين دي اكتر حاجه انا بحبها بصراحه، حاجه كده تحفه. انا جايبه منها اللي هي المستطيل وجايبه منها المدور، اشكالهم حلوه، الوانهم حلوه، بيخشوا غساله اطباق، مايكرويف، كل حاجه تحفه بجد، بيفرقوا جدا في الاستخدام. هتجيبي كمان مجات، المجات بقى عشاق المجات، انا عارفه البنات ما بتتوصاش في المجات، تختاري المجات العمليه، وكفايه ديزني ابوس ايديكي، هاتي مجات عمليه وشكلها شيك ومودرن وكل حاجه، هاتيلك بتاع 6 مجات. ما تنسيش كمان تجيبي كام سيرفيس كده بورسلين، عشان الاطقم بيبقى معاها سيرفيس واحد، فلو احتجتي حاجه زياده للتقديم هاتيها سيرفيس بورسلين فرداني، بيكون سعره حلو جدا. طبعا في بنات هتقولي ان في حاجات تانية ناقصه، في حاجات تانية ناقصه ولكنها مش مهمه، زي مثلا عندك الحاجات اللي لو جبتيها او ما جبتهاش مش هتفرق كتير، طاسه الكريب، طاسه البان كيك، الحلل البايركس، صينيه الكب كيك، الجريل العادي او الجريل الدبل. عارفه البنات كتير هتقولي يو ده الجريل تحفه، الجريل مكانه الطاسه، لو انت بتحبيه هاتيه، لكنه من الحاجات اللي لو مش موجود في المطبخ الاكل مش هيقف عليه عادي جدا. حلل الصاج، بنات كتير بقت تجيب حلل الصاج وبتستخدمها لحفظ الطعام، دي حاجه مش ضروريه، عايزه تجيبيها جيبيها، مش عايزه تجيبيها مش مهم. حله سلق المكرونه، ودي بتكون سعرها عالي جدا، لو انت مش محتاجاها ما تجيبيهاش. حله الضغط، حله البخار، الصواني اللي بتكون متقسمه لاجزاء، لان الاكل من هنا بيطرطش على بعضه، فلازم يكونوا حاجات لايقه على بعض. طاسه الوافل، وكل الحاجات دي تقدري تستغني عنها عادي جدا، مفيش اي مشكله. ولو عايزه كل الحاجات المهمه واللي مش مهمه مكتوبه في ليست عشان تجيبي كل حاجتك، اكتبي لي في الكومنتات هبعتها لك على طول. لايك ومنشن بقى لاي عروسه بتجهز. يلا باي.